السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد عليكم. عيد ايه يا عم؟ العيد خلص. لا 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 لا. عيد الأضحى عدى، لكن النهاردة أو الليلة دي مش أي عيد. الليلة دي هيطل علينا النادي الأهلي في ميامي في كأس العالم للأندية. النادي الأهلي هيرجع النهاردة ويطل علينا بالنجوم الكتير. توقعاتنا لتشكيل النادي الأهلي النهاردة ايه؟ محدش يقدر يتوقع تشكيل النادي الأهلي. محدش يقدر يتوقع تشكيل النادي الأهلي. ليه محدش يقدر يتوقع تشكيل النادي الأهلي؟ خط الدفاع أو حراسة المرمى غالبا هتبقى محمد الشناوي. الدفاع محمد هاني يمين. في قلب الدفاع بنسبة كبيرة هيبقى أشرف داري وأحمد بيكهام. في باك الشمال بنسبة كبيرة ممكن يلعب بكريم الدبيس. هنا بقى نيجي عادي، ده مفيش مشاكل فيه. اشرف داري يريح، ياسر ابراهيم يلعب، بيكهام يريح، ياسر ابراهيم يلعب، امرها سهل. انما تعالى بقى للكارثة الكبيرة والمشكلة الكبيرة والميزة الكبيرة في نفس الوقت. كله بيقول هيلعب حمدي فتحي فين؟ هل هيلعب بيه ساقط في قلب الدفاع عشان يغطي ويقدر يقفل على ميسي ويقابل من بدري على خط الدفاع، ولا هيلعب كدفندر متقدم ويقفل على ميسي ويلعب مان تو مان على ميسي؟ محدش يقدر يقول. كل الاخبار اللي جايه من امريكا وكل الفيديوهات اللي جايه من امريكا بتقول ان الاهلي اعلى بكتير وفرصه اكبر بكتير، وده بيقلقني كتير. وفي نفس الوقت ناس قاعده مستنيه وقعه الاهلي وسقطه الاهلي النهارده امام انتر ميامي عشان يقولوا ان الاهلي العالمي سقط امام ميامي المجهول بقيادة ميسي. لكن نرجع تاني للتشكيل ونقول حمدي فتحي او غالبا هيلعب بمروان عطية، حمدي فتحي، وهيلعب بامام عاشور، ويلعب في الامام تريزيجيه على الشمال، على اليمين زيزو، والمقدمة ده هيلعب بجراديا شار. او ممكن يلعب بحمدي فتحي ديفندر ثابت وجنبه امام عاشور 8 متحرك، ويلعب بتريزيجيه تحت صاء المهاجمين، ويلعب ببن شرقي وزيزو وجلاديا شار. خط الدفاع بتاع انتر ميامي بيخش فيه اهداف كتير، لكن خط الهجوم قوي 1-1. يعني ايه 1-1؟ يعني في اخر مباريات لهم جايبين 21 هدف وداخل مرماهم 20 هدف، يعني نسبة وتناسب. اذا النادي الاهلي ده انا برجح لكده انه هيلعب بمروان عطية وحمدي فتحي، ويلعب قدامهم امام عاشور، ويلعب تريزيجيه وزيزو، ويلعب بيه جراديا شار. ليه؟ عشان يأمن دفاعه، ولكن يبقى عنده خط هجوم قوي. حمدي فتحي بيزيد حلو، بيلعب بالراس حلو، بينقل بالكرة حلو. امام عاشور اتمنى ان كل خطواته وكل لعبه للامام يركز اللعب الكامل لنص الملعب او على الاطراف ويلعب نص الملعب. ده كان تجميعة النادي الاهلي ايام كولر وعماد النحاس. لكن كل اللي بيقوله خوسيه ريفيرو بيقول ان احنا دايما هنشتغل من العمق. من العمق برجح وجود تريزيجيه جنب امام عاشور، وعوده حمدي فتحي للستة، وزيزو وبن شرقي. انت هتقول لي انت حيرتنا، ما انا بقول لك التشكيل الامثل انك تلعب باتنين ديفندر، واحد ثابت 6 وواحد متحرك. لكن لو هو طريقه ريبيرو خوسيه ريبيرو مدير فني النادي الاهلي عايز يشتغل من العمق، انا بقول لك هيلعب بامام عاشور، تريزيجيه، بن شرقي، زيزو، وجراديا شار في الامام، وهيلعب بحمدي فتحي 6 ثابت. تريزيجيه بيأدي الادوار الدفاعيه حلوه جدا، هيسند جدا مع كريم الدبيس وخط النص. امام عاشور بيدافع كويس، لكن الانطلاقه بتاعت امام عاشور وتريزيجيه قويه جدا جدا للامام. يبقى نقول المختصر مفيد في التشكيل اللي انا شايفه متوقع عشان يعمل نسبه وتناسب في الهجوم، وعشان يخترق من نص الملعب، مش هيلعب من على الاجناب. يبقى ايه؟ الشناوي، محمد هاني، كريم الدبيس في النص، اشرف داري واحمد بيكهام، حمدي فتحي 6 ديفندر ثابت، وهيلعب قدامه بامام عاشور وتريزيجيه، وهيلعب على الوينج بن شرقي وزيزو، وفي الامام غالبا جراديا شار عشان ارهاق وسام ابو علي.
بالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله يكون ليلة سعيدة على جمهوره، ليلة سعيدة على جمهوره في مصر وفي كل أنحاء الوطن العربي. ليك حق إنك كأهلاوي تفتخر وتقول أنا أهلاوي. ليه؟ لأن الأهلي هيقص الشريط بتاع أعظم بطولة في العالم في العصر الحديث. كل العالم ينتظر هذه البطولة، كل العالم عينه على البطولة، وكل العالم عينه على الافتتاح. تاريخ كتير وتاريخ كبير مستني الأهلي النهاردة. مين أول لاعب سيحرز أهدافه النهاردة سواء من الأهلي ولا انتر ميامي؟ من أول فريق هيتسجل في التاريخ إنه فاز في بطولة كأس العالم الجديدة ب 32 فريق، هل الأهلي ولا انتر ميامي؟ ومين أحسن لاعب في المباراة ينتظره؟ تاريخ كبير جدا منتظر النادي الأهلي النهاردة أو صباح الغد ولاعيبة النادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي يستلم هدية وشهادة تعزيز، يعني شهادة فخرية من الفيفا. طبعا خالد مرتجي لأن الخطيب ما سافرش، خالد مرتجي بيستلم شهادة فخرية لشهادة بيشهد بها كأس العالم الحضور العاشر، ودي بتوجع قوي يا جماعة، بتوجع قوي. الحضور العاشر للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية. ناس تانية بتحفل على النادي الأهلي وتقول لك أكبر نسبة هزايم، أكبر نسبة مشاركات، لازم يبقى فيها هزايم كتير ويبقى فوز كتير. إنما في ناس لا ما شاركتش وما تعرفش حاجة عن البطولة غير إن النادي الأهلي هو اللي بيشارك فيها. هو ده النادي الأهلي وده قدر النادي الأهلي. سيبكم من اللي بيهد فينا، خلينا دايما في ظهر النادي الأهلي وفي ظهر لعيبة النادي الأهلي، واتمنى تكون اللعيبة مركزة جدا جدا جدا. كده صباح اليوم السبت بدأ هناك في ميامي، دلوقتي فرق بين مصر وميامي 7 ساعات. المباراة 8 مساء هناك، نسبة الرطوبة إلى حد ما هتبقى أقل شوية، نسبة الحرة هتبقى أقل شوية، وإن شاء الله النادي الأهلي هيفرح كل الجمهور الأهلاوي، كل الجمهور الأهلاوي. كابتن محمود الخطيب بيطمن على البعثة وبيشد من أزر اللعيبة وبيديهم الدعم، ولا عايزين دعم لا من أبو ريدة ولا من صبحي. النادي الأهلي كبير قوي بولاده وكبير قوي بنفسه، وزي ما بيقولوا في المثل اللي ملوش كبير يشتري له كبير، فالنادي الأهلي هو الكبير، كبير القارة وكبير مصر وكبير أي حد. فالنادي الأهلي مش مستني دعم. أنا الأهلي، أنت تاخد صيت على حس الأهلي، إنما الأهلي ما ياخدش صيت على حس حد. عاش الأهلي وعاش جمهوره وعاش الكابتن محمود الخطيب، والتاريخ من أوسع أبوابه ينتظر النادي الأهلي. الأهلي هينور في ميامي النهاردة. تحياتي ليكم، تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، دعمكم ليا شرف ليا. ليلة سعيدة عليكم، سلام عليكم.